السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. طول عمر الناس بتنطر ابنها لحتى يكبر ويشوفوه شاب قدام عيونهم، وقمة السعادة يا أخوان لما هالشاب يصير بسن الزواج. هون يا الربع سواء كانت الأم أو الأب بيشوفوا حالهم بابنهم ومش مصدقين، وبتبدأ أسعد مراحل الحياة عند الأم والأب لحتى يشوفوا بنت الحلال اللي تسعد ابنهم وتجيب أحفادهم. وعاد هون بتبلش معهم الملاخمة على هاي طويلة وهاي قصيرة وهاي خوالها دار فلان وهاي قرايبها دار علنتان، وكل هالاشي هذا في سبيل انهم يلاقوا البنت اللي راح تتوج سعادتهم بوجودها في بيت ابنهم. وتفتح الستارة ها هنا على فيلم حمرة ولا قرعة. فإن كانت بطيختنا حمراء والبنت مربية التربية الصالحة بدار أهلها، ما راح تكون غير الزوجة الصالحة اللي مسعدة زوجها وعلاقتها طيبة مع كل أهله. والله وكيلكم، أنا بعرف زلم ونسوان بخافوا على جنتهم أكثر من ابنهم، لأنها هي الزوجة المحترمة اللي بتحترم الكل وما بتنتقص من قدر عمها وعمتها وأخوة جوزها. وإن كانت بطيختنا قرعة، الله وكيلكم، القرد راح يقعد على طحيناتنا وأخذ على مطاقعة ومداقرة وملاخمة من ثاني يوم العرس. وأول ما بتبلش الحفلة على أمك قالت وخواتك سون وأني ما بعرف شو، ترى والله مش فرقانة معي، بس إنه دار أهلك عم بنقصوا من قيمتك ومش معبرينك ومن هالسوالف. وهون عريس الغفلة ويله بده يثبت رجوليته قدام مرته، خصوصا عم يتزاول بحاله قدام المراية وهو لابس الشيال، ويا أرض اشتدي وما حدا قدي، وويله دار أهله يلي أبوه نص عرسه مدين ودين للموسم، وأمه وخواته يلي صار لهم شهرين عم برهزم فيه قبل العرس. وعلى قال وقلنا وقيل وقال ما بتروح السلافة 4-5 شهور ولا إنه هالمرة مطلع عيون جوزها وأهل جوزها لبرا شبرين ومطلعيتهم عنديهم، وما بتحس غير هالإباية بيجي بعد ما صار راسه قد المدرسة، بروح لعند ابنه وبقول له يابا الله يرضى عليك شيل رثوعك واطلع من هالدار وشوف لك تالي دار اقعد فيها وفكني من سوالف مرتك وامك. وهون بتبلش الدبشة يا اخوان امام مسؤولية فتح البيت الجديد ومتطلباته، وهو من الاساس مش عارف يدير راسه. وطبعا هون بنفهم لما يكون في عندنا عرس وتيجي العالم وتباركلنا وتقول الله يجعلها عليكم هدوفة خير وعلي سلامتكم.